عرب انطلقت بالقنيطرة فعالية الملتقى العربي الرابع للفنون التشكيلية. برنامج هذه التظاهرة التي ستستمر إلى غاية الخامس من الشهر الجاري يتضمن ورشات وندوات ومعرضا للفنان محمد البوكيلي. سعيد ريما وياسين معزي. مؤسسة محمد البوكيلي فضاء ثقافي متعدد الوظائف، يعد نواة متحف نادر تلتقي فيه كل أصناف الفنون التشكيلية، لا سيما الفنون المغربية والعربية، والتي قدمت للمشاركة في الدورة الرابعة وتكريم الفنان محمد البوكيلي. هذه جماعة الفنانين هم سفراء لنا في وطنهم، لما كياخذوا معهم درع المشاركة وشهادة المشاركة، طبعا كيزورهم أصدقائهم. منين جاكم هذا الدرع كذا؟ هذه في ملتقى القنيطرة عند البوكيلي، وجميل هذا. اخترنا هذه المرة شخصية محمد البوكيلي، سوف يتم تكريمه في حفل الافتتاح، ونحن أيضا لدينا توجه لتعزيز الحوار بين الشعوب عبر الفن وعبر الثقافة. خلال هذا الحفل الفني العربي قيلت شهادات حية في حق الفنان المغربي محمد البوكيلي المحافظ على هوية الفنون التشكيلية بمتحف سيدي الطيبي. نخبة من الفنانين التشكيليين العرب في هذه اللحظة في الملتقى العرب الرابع، فهو دليل على نجاح التنظيم والإعدادات المسبقة. الأستاذ محمد البوكيلي تاريخ تشكيلي كما نراه في متحفه، ونعتبر هذا الملتقى شجرة بركة في هذا الوطن العزيز، وأهلا وسهلا بإخواننا. متحف البوكيلي فضاء فني له خصوصيات ثقافية وورش كبير مفتوح لأعمال مختلفة تساهم في تبادل الخبرات بين المبدعين والفنانين.